قصة النهاردة مختلفة عن أي قصة حكيتها في السلسلة دي، لأن أنا هحكي عن حرب فعلية حصلت في إحدى مدن الصعيد، وده مش تأليف، ده حصل فعلا والصحف والجرايد كتبوا عنه. هم اختزلوا الموضوع وبسطوه، قالوا إنها خناقة، لكن دي مش خناقة خالص. أنا عشت اللي حصل ده، وبقول لك إن التسمية الصحيحة ليه إنها حرب. اصل خناقه ايه اللي يموت فيها اتنين من بره الخناقه؟ اصلا اللي ماتوا في الخناقه اكتر بكتير. خناقتي اصلا تستمر الايام واسابيع، واصلا لها جذور من سنين. خناقه اللي تعمل حظر تجول، مش تخلي الحكومه تعمل حظر تجول، لا، الخناقه نفسها هي اللي تعمل حظر تجول. بسبب الخناقه الناس ما كانتش عارفه تخرج من بيوتها، حصار فعلي الناس كانت عايشه فيه لمده ايام. لانك لو خرجت من بيتك ما تضمنش هتجيلك الطلقه منين، لان ضرب النار ما كانش بيقف طول الليل. دي مش خناقه ابدا، دي حرب استمرت زي ما قلت الايام من حوالي 15 سنه، وانا عشت الحرب دي وعارف تفاصيلها، وهحكي اللي حصل ده حصل ازاي وليه في فيديو النهارده. حلقة النهارده هي تعتبر الحلقة الثالثة في السلسلة دي، لكن فعليا هي الحلقة الأولى، لأن دي أقدم حاجة حصلت. كل اللي أنا حكيته قبل كده حصل بعد الحلقة دي مش قبل. عموما ما تهتمش قوي بالترتيب، استمتع بكل قصة لوحدها، كده كده مش هتفرق يعني قوي. وانزل اعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس على الانستجرام، ويلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ كلام عن اللي حصل وقتها ده حصل ليه، هاخدك رحلة كده بس صغيرة 5 6 سنين لورا، واقول لك عن اول يوم ليا في المدرسة. اول يوم في المدرسة كان يوم ايقوني بالنسبة لي. انا دخلت المدرسة متأخر سنة، فبالنسبة لي كل العيال الموجودة معايا في الفصل دي اصغر مني بسنة. ما انا محور الكون بقى، مفيش حد متأخر سنة زيي، رغم ان فعلا كان في كذا حد متأخر سنة، بس انا كطفل يعني مش هفكر كده. فكان كل تفكيري ان دي عيال صغيرة بالنسبة لي. واللي عزز ده عندي ان هما في اول يوم كلهم كانوا بيعيطوا بلا استثناء. كل العيال داخله مش عايزه تسيب ايد امهاتها، وقاعدين بيصرخوا وبيدبدبوا في الارض عشان عايزين يرجعوا للشارع ولا شوف هما بيعملوا ايه. فدي حاجه كانت غبيه جدا بالنسبه لي. انا بقالي سنه اصلا قاعد مستني اليوم ده، وزعلت قوي لما المدرسه اتاجلت. انا كنت عايش في القاهره ورحت اقدم في المدرسه، فلقيت ان العدد اكتمل، فما لقيتش مدرسه غير في الصعيد. لا بهزر، لا فعلا العدد كان اكتمل في القاهره، وكان شغل ابتزاز يعني، اللي هو العدد مكتمل، فلو عايز تدخل المدرسه لازم تجيب ديسك عشان تقعد عليه، فاهم؟ فاهلي اصلا من الصعيد، فقالوا طب ليه يعني، خلاص نرجع لبلدنا، ومفيش الكلام ده هناك. الدنيا هناك ابسط بكتير يعني، ومفيش شغل المافيا بتاع المدارس اللي هنا ده. فدخلت فعلا مدرسه في الصعيد، بس بعد سنه بقى من الحوار ده، فانا داخل متاخر بسبب كده. فانا بقى طول السنه دي انا كان نفسي فعلا اخش المدرسه. اصلا انا كطفل قاعد 24 ساعه قدام التلفزيون بتفرج على كرتون، بطل الكرتون بيبقى عايش في مغامرات طول الوقت، فنفسي انا اعيش في حاجات زي دي. لكن انا قاعد 24 ساعه قدام التلفزيون، حياتي ممله جدا. فلما جه اول يوم في المدرسه ده كان يوم تاريخي بالنسبه لي. وفي المقابل شايف العيال كلها قاعده بتعيط ومتضايقه، يعني انتوا اغبياء. فعارفين اصنف العيال دي انهم اغبياء، وابص لهم نظره دونيه دايما بسبب اول يوم ده. وعشان تفهم القصة وتستوعب الحاجات اللي انا هقولها، لازم اشرح لك الاول الشكل بتاع المدرسة عامل ازاي. عشان نقدر نفهم التاريخ كويس لازم نفهم الجغرافيا، او العكس يعني، ايا كان. فالمدرسة كانت عبارة عن مدرسة ومبنى صغير. المبنى الصغير ده انا دلوقتي مستوعب هو ليه كان موجود تبع المدرسة. المدرسة واضح انها كانت مدرسة عادية جدا فيها مبنى واحد، بس في جنب كامل من السور مش موجود، لانه مفتوح على المبنى الصغير اللي بقى جزء من المدرسه. فاللي انا استنتجته دلوقتي ان الجزء ده كان تبع جمعيه خيريه مثلا او حاجه، لان ورا الجزء ده اللي هو المبنى الصغير في حضانه، فاكيد مش صدفه. والحضانه دي مفصول بينها وبين المبنى الصغير ده بسور، لكن السور ده شكله اجدد من الشكل بتاع باقي السور. فاهم حاجه؟ بتخيل المشهد، فبستنتج بقى ايه اللي حصل، بس مش متاكد من الكلام ده عامه، لان مش منطقي يعني يبقى في مبنى ومبنى شكله مختلف وفي حتة تانية، والاتنين في نفس المدرسة، وفي حضانة صدفة يعني. فواضح قوي انها كانت جمعية خيرية واتبرعت بالمبنى ده للمدرسة اللي ما كانتش مكفية كم الطلبة ده، لأن المدرسة دي كانت مدرسة لكذا قرية، حوالي 15 قرية مثلا، والمدرسة دي كانت في مدينة. فاهم؟ المبنى الصغير ده كان بيبقى فيه اللي هم أولى وتانية وتالتة، أو يعني مش حاسسها الصراحة يعني، أكيد اولى وتانية بس يعني، اصل المبنى التاني اكبر بكتير، فليه يكدسوا كل دول في مبنى صغير زي ده؟ كان دورين بس حرفيا. المهم انا بقى كان تفكيري وانا صغير اعبط من كده بكتير. المبنى الصغير ده كان ليه مدير او مديرة بمعنى اصح، ونظرة. فانا كنت متخيل ان دول النظرة والمديرة بتوع البنات، والمدير والناظر دول بتوعنا احنا. مش عارف بقى ايه العبط ده، بس ده لان احنا كنا
في فصول منفصله يعني، فاهم؟ البنات في فصول والولاد في فصول. فانا كنت متخيل اكيد بقى النظره دي للبنات والنظر ده للولاد، لكن واضح ان اصلا النظره دي كانتش نظره، كانت مديره مثلا ولا حاجه، والنظر ده كان هو النظر، ايا كان يعني مش تفرق. بس التفاصيل دي بتفرق بعد كده، لان النظره دي كلتني قلم. وانا وقتها صدمتي كانت انها ليها سلطه عليا اصلا يعني، فاهم؟ انا مش في صدمه ان انا ضربت بالقلم، لا انا في صدمه ان ايه ده، هي اصلا ينفع تضربني بالقلم؟ انا فاكر انها ملهاش علاقه بيا يعني، فاهم؟ لو شافتني بشرب سجاير حتى مش هتكلمني، انا مش مسؤوليتها. فمش عارف ايه العبط ده عامه. بس يعني عرفت وقتها ان الكلام ده كان غلط بعد القلم اللي خدته طبعا. والقلم ده انا خدته لان يعني انا كنت عنصري الصراحه. هم اسمنا بنات لوحدهم وولاد لوحدهم، فطبيعي انا بعتبر البنات دول بقى اعداء يعني، فاهم؟ مش عارف ليه، بس يعني كنت مشخصنها شويه مع البنات، بالذات ان في بنت، والبنت دي انا كنت اعرفها لانها اختها صاحبه اختي، فهي تقريبا من باب العشم بقى ده جت تهزر معايا، بس هزرت معايا وانا مش واخد بالي يعني. انا لو واخد بالي ممكن اتقبل الهزار، بس الفكره ان انا اتفاجئت. كانت جايبه طباشيره وبشرتها في ورقه ولفتها كسجاره، وبقى طبعا ما تشربها اكيد مش هتشربها يعني، هي مش مجنونه عشان تستنشق الطباشير ده. لا هي نفخته، بس هي نفخته بقى في وشي، فهي مش مدركة ان كل البشر بتاع الطباشير ده هيجي في عيني حرفيا. ما بديهي يعني، انت بتنفخيه في وشي اكيد مش هلحق اغمض عيني وانا مش واخد بالي، من كتر ما انا مش شايف حاجة قدامي حرفيا ما استوعبتش انا بعمل ايه، وجبت طباشيرة حرفيا بقى سليمة ودبيتها في عيني. مش عارف ازاي هم سابوني عايش اصلا بعدها. لكن الفكره ان البنت قعدت تعيط، وبما اننا كنا في فسحه ما كانش فيه مدرسين، محدش عارف اللي حصل يعني، افتكرت ان انا نجوت من اللي انا عملته ده. لكن تاني يوم على طول لقيت ابوها جاي وبيخبط على الباب وجايبها في ايده، طبعا هي مش في نفس الفصل. فكان في مدرسة عندنا كان عندها 82 سنة تقريبا، كان خلقها ضيق قوي. فلما خبط عليها وهي بقى لها ساعة بتشرح لنا حساب، احنا كلنا ما شاء الله يعني متأخرين ذهنيا، فهي مش ناقصة عطلة حرفيا. فلما الراجل خبط عليها وحكى لها اللي حصل، هي راحت مشاورالي، فطلعت راحت لطشاني بالقلم، قالت له تمام كده؟ قال لا لا. قلت له طب خده بقى وغرف ده. فالمهم انا كنت خايف الصراحه ان الراجل يضربني، لكن الراجل الحمد لله طلع حكيم وما ضربنيش، لكنه خدني معاه للنظره ده بقى دي. واللي انا مش قلقان قشطه يعني، النظره دي زي ما قلت هي بتاعت البنات مش بتاعتنا يعني. بس النظره دي راح لطشاني بالقلم، وتقريبا كان في مدرس معدي راح لطشني بالقلم هو كمان. فيعني كلت شويه اقلام مخبرين وانا في سن يعني اصغر بكتير من ان انا اكل كم الاقلام دي، لكن الصراحه كنت استاهلها بامانه يعني. ولغايه دلوقتي اهلي ما يعرفوش اللي حصل ده، لان الصراحه اهلي برضو ما كانوش بيحبوا ان انا اتضرب يعني. بس في الحاله دي ما اعتقدش ان هم كانوا هيعملوا حاجه يعني. بس يعني انا مره مثلا وانا في سنه تانية تقريبا، فكان في واحد صاحبي اسمه احمد ربيع. احمد ربيع ده انا ليه بقول الاسامي كده عادي يعني، سواء مش هيفتكرني يعني. المهم كنا قاعدين بنتكلم، فزي اللي بنتحدى بعض على حاجه مش فاكر ايه هي طبعا، فانا بقول له ده عند ام احمد. انا حرفيا بقول اي حاجه يعني، فاهم؟ عند ام حسين، عند ام اي حد في الدنيا يعني، مش قصدي على امك انت شخصيا يعني. بس هو فهم طبعا بما انه اسمه احمد ان عند ام احمد ده يعني عند امك يعني، فهو خد الموضوع بحساسيه شويه واتضايق واتعصب وطلع يجري ورايا يعني، فاهم؟ فانا طبعا يعني جريت برضو، فوقعت وانا بجري فقدت الوعي تقريبا قبل ما اتضرب يعني. انا يعني لسه المفروض هتضرب، لكن انا ما اتضربتش، ما لحقتش اتضرب حتى. ما صحيتش غير وهم ماسكين الواد واكلينه علقه يعني محترمه يعني، مدرسين يعني، على اساس ان هو السبب في ان انا وقعت يعني. طب خلاص يا جدعان، الموضوع كان قضاء وقدر يعني. بس المهم روحت البيت وانا متدشمل بسبب الوقعه. هم بقى افتكروا ان في حد ضربني، فجم تاني يوم واشتكوا الحد اللي هو برضه ما ضربنيش، فهو كان علقه تاني برضه. بحلف لهم ان انا مسامح والله، بس هم لا، مصممين ان ما ينفعش تتنازل عن حقك. لو هتتنازل عن حقك احنا مش هنتنازل عن حقنا في ان. طب ام احمد دي طيب اللي شتمتها. المشكله ان بعدها في 2016 تقريبا في مهرجان نزل كان اسمه ام ربيع، فاهم؟ فمش عارف مصممين يستفزوا الراجل ليه. ما علينا، مش عارف ايه اللي جابني هنا عامة. نرجع بقى للقصة الجادة بقى. نرجع للمأساة اللي حصل او المآسي يعني اللي هتحصل. زي ما قلت لك المدرسة دي كانت مدرسة في مدينة وسط كم قرى كتيرة جدا. القرى دي كلها ما عندهاش مدارس، فكلهم بيجوا بيدرسوا في المدرسة دي. بس زي ما قلت لك برضو مفيش مكان، فهم قرروا ان يخلوا القرى دول بعد الساعة 12 فترة مسائية يعني، واحنا اللي هو الناس بتوع المدينة نفسها نبقى قبل 12. فكله تمام كده كده، احنا وبتوع الكرة دول ما بيتقابلش غير واحنا خارجين وهم داخلين. طول السنة بقى في مناوشات يعني،
احنا خارجين وهم داخلين مستعجلين قوي. يعني انا لو داخل المدرسه هبقى مش متحمس، مش فارقه ما تولع المدرسه، يعني ليه ابقى مستعجل قوي ان انا اخش المدرسه كده؟ انت خليك واقف بره العب يا عم، اعمل اللي انت عايزه، انت في الشارع يعني انت معاك الحريه كلها. انا جوه وعايز اطلع، انا حلم حياتي احنا اللي اطلع. هنفتح من جوه واحنا محبوسين جوه، هنفتح ازاي؟ ليه محسسني ان انا محتل او سارق مدرستك؟ واحنا طالعين حرفيا بنتضرب كل يوم، بنطلع نتضرب من العيال بتاعت الارياف دي، بيمسكونا يعني بيرموا طوب، بيعملوا اي حاجه في الدنيا يستفزونا بيها، مناوشات وشد وجذب، واحنا داخلين على طريق في إيه يا جدعان؟ طيب وداخلين بقى بتكدس قوي، اللي هو مش هنحل النهارده غير لما نخش، لازم نخش. مدرسينهم كانوا غير مدرسينا، وناظرهم غير ناظرنا، وتقريبا كل حاجه غيرنا يعني، فاهم؟ فده اللي خلق العداوه الرهيبه دي. احنا مش حاسين ان هم بيتكلموا لغه تانية، يعني هم فعلا كانوا بيتكلموا بلهجه تانية، بس يعني في بص عداوه غير مبرره حصلت في الفتره دي ما بيننا وبينهم. طيب مبدئيا انا كنت عايش في المركز، او المدرسه يعني كانت في المركز. المركز ده فيه من الشرق جبال ومن الغرب قرى. فالجبال كان عايش فيها عشائر اسمهم عشائر الجبل، طبعا ما اسمهمش كده يعني، بس انا مش هقول اسم العشائر دي عشان يعني الناس مموتين اتنين في القصه حضرتك يعني، فانا مش هريسك في حاجه زي دي. ربنا يجعل الكلام ده خفيف عليهم. فعشائر الجبل دول كانوا عايشين زمان في الجبل زي ما باين من اسمهم، ونزلوا المركز في التسعينات بقى، معرفش يعني، اكيد انا مش مؤرخ، بس يعني هم في الاصل من الجبل وراحوا بعد كده عاشوا في المركز. وبيشق المركز ده من النص او مش من النص قوي يعني نهر النيل. نهر النيل ده في ناس طبعا بيصطادوا منه، فالناس اللي بيصطادوا منه دول عيلة الصيادين. دي عيلة مسالمة، ودي حاجة نادرة جدا نشوفها في الفيديو ده، بس يعني دي كانت واحدة من ضمن العائلات. اما في الجنوب فكان في عيلة اسمها عيلة الدراغمة من درغام، يعني هما ما اسمهمش كده برضو، بس يعني هما حاجة مرادفة لده. دول بقى الريفرنس بتاع المسلسلات حرفيا، ناس بتتاجر في السلاح، في الآثار، في المخدرات، في اللي انت عايزه يعني. ما كانوش هم أقوى عيلة في البلد، لا أقوى عيلة من ناحية القوة، فعلا أقوى عيلة معروفة هي عشائر الجبل، لكن أقوى عيلة من ناحية النفوذ كانت عيلة اسمها عيلة السود. هما برضو ما اسمهمش السود، لكن حاجة مرادفة لكده. وكلمة السود مش عنصرية، هما مش بشرتهم سودا ولا حاجة، لكن السود لأن هما كانوا بيلبسوا اسود. بيلبسوا اسود ليه؟ لان في الاول زمان يعني حد من عيلتهم، حد مهم تقريبا، مات، فقبل ما يربعن، قبل ما يعدي 40 يوم على وفاته، حد تاني مات، ففضلوا بقى في السلسله دي. طبيعي يعني ان كل يوم ناس بتموت، لكن هم بقى كان دايما في حد من العيله بيموت، فاتعودوا بقى على اللبس الاسود، بطلوا يقلعوا بقى الاسود. فاحنا نسميهم الاسود عشان انا خايف الصراحه اليوتيوب بيفهم ان انا بعنصر ولا حاجه. فعيله الاسود دول كانوا هم اكتر عيله من ناحيه النفوذ، يعني بيتاجروا برضو في نفس الحاجات اللي الدراغمه بيتاجروا فيها، سواء سلاح او مخدرات او اثار. لكن الميزه بقى هنا ان الناس دي كانت عندها علاقات بالسلطه عموما بقى، الكلام ده قبل الثوره فقشطه يعني، دي كانت حاجه معروفه دايما. مش مهم، مالناش دعوه بالسياسه، خلينا نرجع لموضوعنا. اللي يهمنا ان الاسود دول مش اقوى عيله، لكن حته النفوذ دي هي اللي مقوياهم. المشكله بقى كانت فين؟ المشكله ان العائلات دي كانت دايما بتسكن قريبه من بعض، يعني متوزعين جغرافيا على المركز. يعني العشائر ساكنين في الشرق عشان هم جايين من الجبل اصلا، الدراغمه في الجنوب، الصيادين على ضفاف النيل، يعني بديهيات. عيلتنا بقى كانت عيله مسالمه جدا، وكانت ساكنه فين؟ دي بقى الفكره. الاسود كانوا ساكنين في الشرق واحنا كنا ساكنين في الشرق، فاحنا والاسود كنا متخلطين بقى في بعض، فاهم؟ فدي بقى المشكله، ان انا كنت ساكن في قلب البيت الكبير بتاع الاسود. يعني البيت الكبير كان حرفيا قدامنا. المشاكل اللي تبان مشاكل ناس كبيره وانا كطفل المفروض ماليش دعوه بيها، كانت بتنعكس فعليا على المدرسه. يعني لو تفتكر انا كنت لسه حكي لك ان كان في عيال من الارياف كانت بتيجي المدرسه وكانوا بيتخانقوا معانا دايما، فاحنا كان معانا عيال بتتخانق معاهم على طول. يعني في العادي احنا مثلا اللي هو انا وباقي اصحاب العاديين كنا بنتضرب وبنمشي عادي خلاص، يعني المسامح كريم. لكن لا، كان في طفل بقى بيصعد الموضوع دايما. مره تلاقيه مسك طوب وقعد يضرب في العيال كلها، مره تلاقيه مسك اي حاجه وبدا يضرب بيها، عصايه مثلا، حزام، قلع الحزام وبيضرب بالتوكه كده، فاهم؟ ده كان من عيله الجبل. فالموضوع جينات بجد. فالتصعيد اللي الواد ده كان بيعمله هو وكذا حد تاني من نفس العيله دي هيخلي في تصعيد من الناحيه التانيه. عشان كده لما بتيجي الامتحانات، وده الحدث اللي كلنا بنتقابل فيه، لان الامتحانات ما فيهاش فترتين، هي فتره واحده، فكلنا بنضطر نروح المدرسه في نفس الوقت. فلما بتيجي الامتحانات دايما بيبقى في امتحانين، امتحان وبعد كده فسحه وبعد كده امتحان تاني. في الفسحه بقى اللي بين الامتحانين دي حصلت مجزره في اخر يوم. طول ايام الامتحانات كان في خناقات بتحصل، لكن اخر يوم ده حصلت
مجزرة. العيال كانوا مدكنين لبعض، فالواد اللي هو من عيلة الجبل واللي كان معاه في الفصل واللي كان نوعا ما صاحبي بيوريني ان هو جايب ايه، جايب حاول تخمن اقل طفل في الصعيد ده جايب ايه معاه في الشنطة وبيوريهولي. انا عن نفسي تخيلت انه هيوريني مثلا ورق يوجي مش معايا، او يويو شكله جامد، او الجمرة البدائية عربية كانت بتبقى في كرتون السباق الكبير على سبيستون، او بلابل، يعني دي اقصى حاجة كانت ممكن تيجي في خيالي وقتها، او ساعة بنتين مثلا. يا نهار ابيض لو كانت ساعة بنتين، لكنه طلع جايب مولوتوف. انت متخيل؟ والله العظيم يا جدعان، طفل في 5 ابتدائي جايب مولوتوف. انا كنت فاكر ان دي اغرب حاجة هشوفها اليوم ده، لكن شفت الاغرب من كده لما خلصت الامتحان الاول بدري وخرجت عشان اروح الحمام تقريبا او اي حاجه. فانا معدي من المبنى الاول اللي هو المبنى الصغير للمبنى التاني واللي فيه العيال اللي هم من الارياف، لقيت ازاز بيترمي عليا من فوق. يا جدعان في تصعيد غير مبرر، والصعيد مش تاج راسي، لا اللي بيحصل ده مش ممكن. والله العظيم بجد لقيت ازازه بتترمي عليا من فوق، مش ازازه بلاست، ازاز يا جدعان، ازاز بتترمي عليا من فوق. عارفين البتاع اللي هو كان فيه كده عصير، كان بيتباع في ازاز صغيره تقريبا فيتراك او حاجه، مش فاكر كان نوعها ايه الصراحه. المهم الازازه اللي اترمت، فانا طلعت اجري وبعد كده سمعت صوت ازازه تانيه بتترمي. فالمهم انا رجعت للمبنى بتاعنا بسرعه وقلت خلاص يعني مش مهم، مش محتاج اخش الحمام خلاص. فالعيال كلها خلاص نزلت والفسحه بدات، وبدات المجزره بجد. اللي قلع حزامه واللي كان جاب مثلا خرطوم معاه. لكن اغرب سلاح شفته كان البتاع اللي معرفش اسمه الصراحه، هوريك صورته على الشاشه. انتوا مجانين والله العظيم بجد. نينجا جاي يتخانق. طبعا ده كان من بتوع الارياف بتاعنا احنا بقى، كان معاه مولوتوف ده بقى، ده قصه تانية. وبدات بقى المعركه الجنونيه دي، وطبعا ما انتهتش غير بتدخل المدرسين اللي كانوا اصلا يعني كارفين. يعني المدرسين كانوا بيخلصوا الامتحان يروحوا اوضه المدرسين وخلاص، يعني قاعد بتضرب في بعض عادي، يعني ايه الجديد؟ ما حدش كان متخيل ان هيوصل الموضوع للجنان اللي بيحصل ده. وفعلا المدرسين بيجوا وبيصادروا كل الاسلحه دي وبيوقفوا المهزله دي، بس ده بعد ما كذا طالب اتعور، يعني كان خلاص في ناس فعلا جابت دم والموضوع كان بدأ يخش في مناطق خطر. يعني صاحب بتاع المولوتوف ما عرفش يعمل حاجه بيه، هو كان مخليه كخيار استراتيجي، فاهم؟ في حالة ان احنا اتهزمنا هيستخدم السلاح الدمار الشامل اللي معاه، لكن الحرب وقفت في نصها فما اتهزمناش الحمد لله، فما اضطرش يستخدمه. بس اول ما خرجنا بدأت معركة تانية، وهي معركة الطوب. حرفيا العيال كلها بترمي طوب على بعض، لدرجة ان تقريبا كان في عيال مننا بيرموا طوب علينا وعيال منهم بيرموا طوب عليهم، محدش شاف حد عامة يعني. فعشان تخرج سليم كنت بتحط الشنطة على دماغك وتطلع تجري، ده الحل يعني، فاهم؟ دي اخر ذكرى ليا مع المدرسه دي، يعني دي اخر حاجه حصلت قبل ما اتنقل للمدرسه التانية اللي حكيت لك عنها في الحلقه الاولى من السلسله دي. المهم ايه علاقه ده بقى بالحرب اللي انا حكيت لك عليها في اول الفيديو؟ مش عارف الصراحه، بس يعني الفكره ان الحرب اللي حصلت في اول الفيديو دي حصلت من وجهه نظر انا، لان كله كان عايز يفرض سيطرته. الموضوع كان سمعه، البلد دي اكتر بلد رغايه في العالم عامه، وبيرغوا مع الناس نفسه. يعني مثلا انا لو بتكلم على حد مش هتكلم عليه قدامه، يعني عارف ان دي نميمه بس يعني احسن ما اكون بجح، يعني فاهم حاجه؟ او مش احسن بصراحه، مش عارف. المهم يعني ان البلد دي فعلا الناس فيها بيرغوا على الحد ده قدامه، فاهم حاجه؟ اللي هو مثلا اشوف حد من العيال الفلانيه فاقول شفت اللي حصل للعيلة مش عارف مين، اه والله يعني يا جدع حاجات غريبة، يعني اتضربوا والله وعاملين نفسهم بقى جامدين وبتاع. لا. فالبلد دي بتعشق توصيل الكلام. البلد كلها عصافير حرفيا، عشان كده مش هقول اسمها. وعندهم حتة تكبير المواضيع، يعني تبقى حاجة تافهة حصلت يقول لك ده مسك وعجنه. يعني مثلا واحد زعق لواحد ده كله علقة، مع يعني ما بص يعني هان كرامته بصراحة. وهو اصلا اللي حصل ان هم شدوا مع بعض بس في الكلام ده بيبان اصلا في مصطلحاتهم. يعني هو بيقول لك مسكوا قتلوا، انا حرفيا كنت فاكر انه قتلوا حرفيا يعني ضربوا بنار مثلا، ولا عمل يعني طلع قتلوا دي اللي هو قتلوا يعني ضربوا بشده يعني. فالمهم ان ايه، ان انا شايف ان ده السبب، ان الناس دي فعلا من كتر ما هي بتقعد تهري، فكل عيله كانت بتحاول تثبت انها مش بق، فكانت بتحاول تعمل بقى خلاص احنا افعال لا اقوال. فهتلاقي خناقه بسيطه مثلا حصلت ما بين الاسود والصيادين اللي هم كده مش بتوع مشاكل، لكن واحد منهم اتخانق مع واحد من الاسود، فدب فالاسود افتروا عليهم حرفيا عشان يثبتوا ان هم محدش يقدر يجي عليهم. فسبحان الله بعدها بحاجه بسيطه عيل من الاسود يتخانق مع عيل من عيله الجبل، فعيله الجبل تقرر انها تأدب عيله الاسود كلها. يعني يا جدعان عيال صغار ضربوا بعض عادي، بس زي ما قلت لك هي حته فرض سيطره، وفعلا عيله الجبل عملت حمله حرفيا عليهم. وانا زي ما قلت لك كنت ساكن قدام البيت الكبير بتاع الاسود، فانت مره واحده كده لقيت كم ناس
كتير قوي لابسه جلاليب وجايب شوم، وكسروا لهم المحلات كلها اللي كانت في البيت الكبير ده. ورغم ان العيله دي غالبا كانت عارفه ان الناس دي جايه، فقال لك نعمل نفسنا مش هنا. بس لما لقوا ان الموضوع فعلا اتصاعد جامد، وان كسروا لهم كل المحلات، وان سمعتهم يعني اتهزت خلاص كده، بقوا هفق يعني، ناس جم كسروا لهم المحلات كلها، فقرروا ان هم يردوا. فعملوا حاجه انا معرفش هي ايه، بس هم عملوا حاجه عامه، خدوا رد فعل معين. رد الفعل ده جنن بقى العيله بتاعت عيله الجبل دي. ففضلنا تقريبا اسبوع كامل من اول المغرب تقريبا بنشوف ناس بحصنة. شوف احنا في 2000 وكام، الكلام ده من 15 سنة بس تقريبا، بس رغم كده الناس بتيجي بحصنة وماسكة سلاح وبتضرب نار، بتضرب نار في الهواء في اي حتة. طبعا كانوا بيضربوا نار في الهواء زي ما بقول لك، بس برضه يعني يا جدعان مش حاجة سهلة انك سامع ضرب نار في كل حتة، احنا مش في فرح يعني، فدي خناقة، فممكن الموضوع يتصاعد ويضربوا نار عليهم او على اي حد. ففي الفترة دي طول الأسبوع ده إحنا حرفيا بنبقى عارفين إن بالليل هيبقى في ضرب نار، فإحنا بنخلص مشاورنا كلها أو مصالحنا كلها الصبح، وبنيجي بالليل ننام ونقفل على نفسنا الباب والشبابيك كمان وننام، أو نحاول ننام. هتنام إزاي في وسط ضرب النار ده كله؟ والموضوع استمر الأيام، ضرب نار من هنا، وفي المقابل العيلات التانية عاملين نفسهم من بنها، او حتى بيضربوا نار برضه في الهواء. كده كده الاتنين بيضربوا نار في الهواء، محدش بيضرب نار على بعض، لان الموضوع كان تأديبي بس مش اكتر. تقولي طب فين الحرب بقى في كده؟ اقول لك مش هي دي الحرب اصلا، الحرب ما كانتش بين دول، بس دي نبذة عن يعني ازاي الموضوع كانت بتتصاعد هناك. ان دي حرفيا واحده من اقل الخناقات يعني، فاهم؟ دي مش الخناقه الكبيره. تقولي طب هو اصلا الحكومه فين من الكلام ده؟ هقول لك الكلام ده كان بعد الثوره على طول، بس اعتقد ان حتى لو قبل الثوره فكده كده الحكومه لما كانت بتيجي في المواقف اللي زي دي كانت بتلاقي الدنيا هاديه والسلام بيعم ومفيش اي حاجه يعني. تقولي طب ما اكيد برضه هم عارفين ان في ضرب نار وبتاع يعني. اقول لك يعني هم سايبينهم يتاجروا في السلاح والمخدرات، وهتيجي على الكام طلقه اللي بيضربوهم في الهوا بالليل. المهم الموضوع بيهدى وبيتقفل تماما لما بعد تقريبا اسبوع او شهر معرفش، واحد من عيلة الجبل راكب على الحصان وفجأة الحصان بيفلت منه او ما بيقدرش يسيطر عليه، وبيجري، وهو بيجري بيدوس على واحد من عيلة الاسود، منسوب لعيلة الاسود بالنسب بس يعني، هو منهم فعلا لكن مش حد مهم فيهم. فالعيلة دي بتحس ان خلاص يعني الموضوع زاد عن حد، والموضوع وصل لروح ازهقت، وبيقولوا ان ده حصل اصلا بالغلط يعني، اكيد هم مش قاصدين، خصوصا زي ما قلت ده واحد مش مهم يعني، غالبا هم اصلا ما يعرفوش ان هو من العيله دي. فبيدفعوا الديه لاهله والموضوع كده بيخلص وبيتصافوا. والعيله التانيه ما صدقت اصلا، لان زي ما قلت لك هم كانوا جبنه او بيحبوا يعملوا نفسهم جامدين، وهم يعني فاهم على الله. لكن المشاكل ما بتنتهيش، لان لسه في عيله تانيه اللي هي عيله الدراكمه. واللي بيحصل بينها وبين عيلة الجبل الصراع اللي انا حكيته لك في الاول، الحرب اللي قعدت الناس كلها حرفيا في البيت، واللي كان فيها كلات كتير من هنا ومن هنا. الموضوع بدأ الاول بفرض سيطرة، او معرفش بدأ ازاي برضه مش متأكد، في كلام كتير ان خناقة ما بين واحد من دول مع واحد من دول، او ان كان في عملية تسليم صفقة ما، مخدرات بقى، سلاح، أي حاجة، أو تضارب مصالح، أو في 50 قصة اتراوت عن سبب الخناقة ما بين العيلتين. في ناس اصلا بتقول ان الموضوع قديم وان ده طار يعني. فايا كان السبب الخناقه اشتعلت، والموضوع ما كانش بس في الحته اللي انا كنت ساكن فيها، فكان الموضوع على الضيق فممكن يعدي، لا الموضوع كان جايب البلد كلها من اولها لاخرها. وما كانش ان عيله واحده بتروح تهاجم عيله فالعيله التانية بتعمل نفسها مش من هنا والموضوع بيعدي، لا انت بتتكلم عن غارات من هنا ومن هنا، حمله من العيله دي على العيله دي، وبعدها العيله التانية بترد بحمله تانية. فالعيله دي ما بتسكتش ما بتستخباش، لا دي بتطلع بتواجه، فبيحصل اصابات وناس بتروح فيها، وناس زي ما قلت لك كلات من هنا ومن هنا وكل ما عيله تبقى قربت تكسب العيله التانية تصعد عشان ما تخسرش. ورغم ان الناس فعلا كانت بتخاف قوي من الخناقات دي، لان فعلا ان الخناقات دي كانت غشيمه جدا، فالناس كانت بتبقى قاعده في بيوتها قافله على نفسها. لكن رغم كده في ناس ماتت رغم انها كانت قافله شباكها بس مواربه الشباك مثلا وبتتفرج بتشوف ها الدنيا هديت ولا لسه. واحده حرفيا خدت طلقه بسبب انها كانت واقفه في الشباك. دي كانت في شارعنا، ما اتحكاش عنها في الجرايد، لكن هي اتصابت وكلنا عارفين انها اتصابت. اه خدت تعويض من العيله، لكن دي حاجات ما تتعوضش بفلوس. واحد تاني كان متأخر في شغله وجه متأخر غصب عنه وخد طلقة طايشة. فأنا متأكد إن الضحايا اللي حصل ده سواء من العيلة دي والعيلة دي أو من ناس ملهمش دعوة كان أكبر بكتير من اللي اتكتب في الموقع. إيه بقى اللي اتكتب في الموقع؟
قال لك تمكنت اجهزه الامن بالمحافظه اللي انا مش هقول هي ايه بالتنسيق مع لجنه المصالحات من انهاء الصراع الدامي بين عائلتي الجبل والضراغمه بمركز مش هقول هو ايه، في محافظه مش هقول برضه هي ايه، والتي اسفرت عن وقوع قتيلان لا ينتميان لطرفي النزاع واصابت 7 اخرين. اي ارقام حرفيا. كانت لجنه الصلح العرفيه التي عقدت بنقابه المعلمين دي كان فيها كذا حد من عيلتنا لان عيلتنا عيله مسالمه فبيجوا كاطراف محايده، وانا عايز اقول اطراف هم ما كانوش مثلا ناس مهمه او ناس يعني العيلتين بيحترموهم مثلا، لا هم كانوا العيلتين بيوصلوا لحل خلاص فبيقعدوا مع بعض وبيحطوا الناس دي كحلقه وصل بينهم. فالمهم حضر الاجتماع ده اللواء مش عايز اقول اسمه ومساعد مدير الامن ما ينفعش برضه اقول اسمه والعميد وناس مهمه يعني كتير ما علينا، وقيادات من الجماعه اللي مش هينفع اقول هي جماعه ايه، وقيادات شعبيه وقعت شرط جزائي قدره 3 مليون جنيه. ده زيزو بياخدهم في ساعه. المهم الشرط ده على العيلتين في حاله عودتهم للنزاع. احنا بنتكلم من 15 سنه، فال 3 مليون دول يعني 600 الف دولار، 600 الف دولار يعني حوالي اقل من 30 مليون بشويه. ففعلا كان رقم بصراحه. المهم هم هيدفعوا الشرط الجزائي ده حتى لو شتموا بعض، يعني لو مجرد ان هم شتموا بعض بس في الشارع هيدفعوا الشرط الجزائي. وطبعا هيعوضوا اسرتين الاثنين اللي ماتوا. وهكذا حد برضه مش هقول اسمه امين الحزب الدستوري الاجتماعي الحر ده انا هقول اسمه لسبب لان لو في حد يعرف الحزب ده يبقى مبروك عليك انت، يعني تستحق تعرف القصه دي كانت بتحصل فين. المهم بيقول ان شخص ما دفع 1500 جنيه لشخص ما تاني كان باع متجول، وده لان عمره مات في الاحداث. يعني يا جدعان حتى الحيوانات ما سميتش منهم، بس انا زعلان على 1500 جنيه. كان مبلغ وقتها، انا حرفيا بصرف ضعفهم مواصلات دلوقتي. وشهد وقوع مشاجره بالاسلحه الناريه وكاتبين بقى اسامي الناس كلها اللي كانت بتتخانق. الفكره ان خلاص يعني فاهم عادي الناس دي كانت بتضرب نار يعني، فهيدفعوا شرط جزاء لو عملوا كده تاني. ما تعملوش كده تاني بس تمام، السلاح بقى خلوه معاكوا عادي مش فاهم والله العظيم بجد. المهم ان هو في الاخر قالوا الحته اللي انا بتكلم فيها. انا ما بحكيش خيال يا جدعان، انا ما كنتش مثلا طفل صغير فمتخيل ان الموضوع كبير وهو الموضوع مش كبير للدرجه، لا. تحولت المدينه باكملها لثكنه عسكريه وتوقفت حركه المرور بالشوارع، وانتهى اليوم بسقوط المصاب بطلق ناري في الصدر والذي تصادف مروره عرضا بمكان المشاجره. وفي اليوم التالي تجددت الاشتباكات تاني برضو. خناقه ايه بقى دي يا جدعان؟ هما كانوا كاتبين ان هو صراع دامي برضو بصراحه يعني، بس يعني هي حرب حرفيا. احنا بنتكلم في احداث استمرت لايام واصلا ليها جذور من قبل كده، بس انا كنتش لسه اتولدت بقى فما اعرفش يعني الجذور دي. وبعدها انتهت الفتره اللي هي كانت فيها عدم استقرار من بعد الثوره، وعيله الاسود كلها اتحبست لان خلاص السلطه اللي كانت مدياهم من النفوذ ده كله ما بقتش موجوده. وعيله الجبل لا كانوا اقوياء لكن ما اعتقدش ان هم كانوا مفتريين، يعني هم كانوا لو حد استفزهم بيجوا عليه يعني فاهم حاجه. عامة كده كده الأمن بقى مستتب فما بقاش حد يقدر يعمل الهبل ده. فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان، ومش بهزر والله بجد. يعني أنا بحكي لك ده كحالة شاذة حصلت مرة في سنة في وقت ما كان الدنيا مش مستقرة أمنيا. فتخيل لو أنت عايش في بلد حرفيا هي طول الوقت كده. تخيل لو انت عايش في بلد حاصله فيها حرب مثلا، نعمه الامن احنا بجد مش حاسين بيها. انا فاكر الايام دي كويس، ضرب النار ما كانش بيقف طول الليل. تخيل انت طفل صغير سامع صوت ضرب النار ده هينام ازاي؟ انا كنت بنام بصراحه مش هكدب يعني. العيشه كانت بتأذن كنت بروح في النوم ان شاء الله يكون في نوى وبتضرب. انا نومي تقيل قوي بس الفكره ان يعني بجد يعني الموضوع مش هزار. بقول كده بعد ما هزرت بس يعني اكيد في ناس كتير يمكن جالها تروما بسبب اللي حصل ده وقتها. فياريت نقدر النعمه اللي احنا فيها. كمان في الفتره دي ما كانش في اي حاجه تسليك في الوقت ده وفي الرعب اللي كان حاصل ده. ما كانش في يوتيوب مثلا تتفرج عليه على قناه ابيدو في بي وتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس على الانستجرام وكل الكلام ده. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد.